مرحبا، مساء الخير يا بنات. أكيد عرفتوا، احذروا شو طبخة اليوم. هاي الإجرين بتعمل كرشات يا بنات، تخيلوا. وهي بعد مش عارفة تنام لسه، طبعا هاي المرحلة الأولى. هاي الروس كمان مرحلة أولى. هاي كرشات، طبعا لسه أنا ما نظفت، لسه بدي أنظف، بس أخلص تنظيف راح أفرجيكم كيف الشكل، وراح أفرجيكم لما أطبخهن. من هسه ما تقعدوش تحكولي بحب وبحبش، أكل شتوية هاي. هيك طبعا لما خلصت الإجرين شعوطتهن، طلع كيف بيضة. شوف حبيبتي النظافة، بصراحة هاي الأكلة إذا ما عملتيهاش في الدار ما بتتاكل من برا، ما حدا يحكي لي لا نظيف ولا مش نظيف، في الدار وبس. هاي الأكلة طلع الروس. أنا بصراحة باكلش لا روس ولا إجرين ولا لسان ولا إشي، بس بنظف يعني كرشات. طلع لسان، شايف كيف أبيض حبيبتي. هاي لسانات كمان، شايفين كيف. هسه شوفوا بنات أنا شو بعمل فيهم. يعني هسه مثلا أول إشي الإجرين، أول إشي شعوطتهن، بعدين غسلتهم في مي وليمون وملح، بعدين عملتهم في زيت وطحين، بعدين رجعت غسلتهم وحطيت عليهم ليمون وملح وطحين. ونفس الإشي طريقة الروس، ونفس الإشي للسنات. وهسه إجينا لدور الكرشات، شايفين. راح أقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا، شايفين كيف بيضة المعلمة. نفس الإشي بنات، نفس الطريقة. كلياته أنا بغسله أول إشي بليمون وملح، بعدين برجع بغسله في طحين وليمون وملح، وبعدين برجع برضه بنقعه في ليمون وملح. طلعت البيضة، بس أخلص وبرجع لكم. ورجعت لكم هسه من جديد. هسه بدنا نيجي للحشي. شوفوا هسه أنا هون الرز أنت حسب الكمية اللي أنت بدك تعمليها. راح أفرجيكم كيف الكرشة ما بدها رز كثير، معلقة أكل واحدة بس في كل كرشة، لأنه راح ينفش الرز. تمام. طريقة هسه الحشوة، الرز ما بنتقع بس بنغسله غسل. بنحط، أنا هون طبعا استخدمت 5 كاسات، استخدمت كيلو حمص، بقدونس 2 ضمتين، وبصل 3 روس. تمام. البهارات اللي بدنا إياها ملح، كزبرة، فلفل أسود من كل نوع معلقة كبيرة بس، وكاسة زيت زيتون، بس مش كلها زيت زيتون، نص نباتي نص زيت زيتون عشان ما تمرمر معانا. تمام. هسا بدي أخلط الحشوة. هسا بنات بدنا نبلش في الطبخة. طبعا هسا أنا بحب أحط يعني الروس لحال ماشي، والمصارين لحال، والكرشات لحال. هاي أول شغلة. بعدين شوفوا أنا البهارات اللي بحطها عليهم الثلاث نفس الإشي، ملح وكزبرة وفلفل أسود، بصل، ورق غار، وبتركهم على الغاز يستووا. وبس أخلص أكيد يعني وأحمرهم رح أفرجيكم الشكل النهائي. هي هون الإجرين مصارين. هسا بنات بدنا نعمل الفتة. تمام. اول اشي بدي اقطع الخبز زي ما انتم شايفين. بدي لبن كيلو، بدي ضمة بقدونس مفرومة ناعم، الدكة اللي بدي احطها على الوجه، عصير 3 ليمونات، 4 فلفل، 5 ثومة. طبعا هسا بدي اشرب الفتة بمرقة الكرشات، بعدين بفرجيكم شكلها النهائي. هسا هيك بدي افرجيكم الشكل النهائي. هاي الفتة بعد ما جهزناها، هاي الراس، هاي الكرشات. لا تنسوني من الاشتراك، الله يسعدكم، واللايك. يعطيكم ألف عافية.